المبادئ دي. طب ما خلي بالك احنا بنتكلم على احمد عبد القادر اهو، احنا بنتكلم على احمد عبد القادر 3 4 غلطات اهو، بتتكلم في كده ماشي خلاص. هو احمد عبد القادر اصلا ساب النادي ومشي قبل كده والنادي رجعه. طب ما هو زيه نفس قصه رمضان صبحي. لا مش هو اللي وديناه اعاره يا احمد. اعاره ايه يا كابتن؟ سافر يعني بره؟ سافر ومشي. احمد عبد القادر ولا كان حد يعرفه؟ كان اسمه محمد. لا محمد عبد القادر يعني ما كانش الشهر. هو حصل قبل كده ورجع، هو نفس قصه رمضان صبحي، سافر ومشي وساب الفرقه وبعد كده الاهلي رجع تعاقد معاه من اول وجديد. نفس قصه رمضان صبحي. ايوه ماشي. انا سايبك تتكلم وساكت. هو انتوا هي دي ما فيهاش اختراعات قصص. هو الراجل مشي من الاهلي اسمه هروب من النادي ومشي. بس لحظه واحده راح احترف بره وبعد كده الاهلي تعاقد معاه تاني. صغير. كان ماضي عقد، ما كانش متربي في النادي. وكان مش ماضي عقد. لحظه واحده هو ما كانش متربي في النادي. لحظه واحده بس. هو انا مش عارف انتوا بتجيبوا لنا حاجات. طب هو نعم بتقولوا لنا حاجات ليه؟ هو الموضوع مش محتاج شرح. رجع نادي تاني عادي. ايوه يا كابتن ما خلاص. انت ما هو ده اللي 18 سنه عيل صغير مش فاهم ومشيت. راح للتشيك ورجع. عادي. مش عارف اخنق خنيق عايز ايه من النادي الاهلي. احنا هتحطنا في دماغك هنعمل لك صداع ليك في نظرنا كبير. اللعيبه لها مستحقات، طبعا ليها مستحقات، بس سيف الجزيري او مثلا مسلوسي اللي هم مش مصريين، مش ولاد النادي، اللي اسمهم اتعمل من النادي، هو اللي بيقول للاخ ده اصل انا ما رضيتش احضر حضورك زي ما عدم حضورك. انت بتسيء لنفسك، انت كابتن الفريق وعندنا 100 كابتن بعديك، وانك انت بنفرض عليك تعتزل. لا، اللي هيقول لك تعتزل هذا الرجل، واللي بيلعبك هذا الرجل. لو انا ليا مزاج ما تلعبش هقول له ما تلعبوش، تمام؟ انما لا هقول له، لان الراجل ده مدير فني محترم جدا وانت لاعب موهوب. ما تضيعش موهبتك بالكلام ده، ما تضيعش موهبتك، ما تزعلش الناس منك بالكلام ده. ده انا 24 ساعه ما بنامش وانا بره اهو، وسبت رئيسة النادي بسببك عشان الموضوع بس صاحبك يفك الحجز تاني، يفك الحجز تمام ويرفعه عشان ندفع مستحقات اللعيبه اللي انت زعلان عليها وندفع غرامتك. اسكت، مش ممدوح عباس فاكك الحجز من يوم 1 مايو. والله زي ما بقول لك كده عايزين يدفعوا الغرامه بتاعت شيكابالا. شيكابالا اغسل ايدك وتعال. ايدك.